وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المتحدث باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي رامز المصري. سيد المصري، مرحبا بك. هل تتوقعون أن تأخذ التظاهرات منحا آخر أم أنها ستقتصر على ذكرى مرور عام على أحداث محمد محمود برأيك؟ في البداية التظاهرات أمس كانت على منحنى محمد محمود وذكراه فقط لا غير، وكان لم تكن هناك نية للاشتباك، لكن كالعادة يظهر في كل تظاهرة خاصة ضد الداخلية يظهر الطرف الخفي الذي يبدأ بضرب المتظاهرين وترد، والداخلية تقول أنها ترد على اعتداءات المتظاهرين. نزلنا ما يزيد عن عامين على هذا الوضع ولم يتغير شيء ولم يأتي القصاص للشهداء، والتظاهرات سلمية حينما تكون بعيدا عن الداخلية تكون سلمية، حينما تكون ضد الداخلية ضد انتهاكاتها تكون يرد علينا بعنف. نعم سيد المصري، برأيك كيف ستتعامل مؤسسة الرئاسة مع مطالب المتظاهرين، وهل ترى في هذا الحراك تحديا أم ماذا؟ هو في الحقيقة مؤسسة الرئاسة لم تتخذ أي قرار خاص بشأن الداخلية أو تطهيرها أو محاكمة الخطأ أساسا. في البداية مؤسسة الرئاسة قراراتها سلبية كلها فيما يخص تطهير جهاز الشرطة، فمؤسسة الرئاسة بالأمس تخلت يعتبر عن الثوار أو الرئيس مرسي الذي أعلن أنه رئيس ومرشح الثورة لم يحقق أهم مطالب الثورة وهو تطهير جهاز الشرطة وقصاص العادل. فلا نتوقع جديد من مؤسسة الرئاسة إلا السلبية، وحينما يحدث تصعيد أو تسير الدماء أكثر سيخرج علينا مؤسسة الرئاسة باعتذارات أو بإقالات خفيفة، ولكن لا يكون هناك أي محاكمات. نعم سيد المصري، مع انسحاب سياسيين من اللجنة التأسيسية للدستور وبالأمس تظاهرات، كيف سيؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي المتأزم أصلا؟ هو زي ما حضرتك قلت الوضع الاقتصادي متأزم جدا في مصر، لكن من متمسكين بالتأسيسية التي فقدت شرعيتها بخروج التيار المدني كاملة وخروج الكنيسة المصرية من التأسيسية هم متمسكين بها. القرض الذي متمسكة به الحكومة بالرغم من الإشاعات التي نسمعها عن عودة مليارات من الفلوس المنهوبة كان آخرها 11 مليار، فبالتالي الحكومة هي واقفة أمام الاقتصاد المصري، وتحقيق مطالب الثورة وأهدافها كانت واضحة من الأساس، فهي تحقيق الأهداف الثورة هو من سيجعل الاستقرار في مصر. لكن دور الحكومة الموجود الحالي السلبي مع سلبية القطارات وقتل الأطفال يوميا في حوادث طرق أو حوادث قطارات والشعب المصري، هذا كله يجعل من الفوضى سلاحا لجماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة ان هم يفرضوا سيطرتهم او الالعاب المصالح الخاصه او الاداره لمصالحهم الخاصه التي نكتشفها فيما بعد. نعم سيد المصري، البعض يقول ان انشغال الرئاسه المصريه بالتحديات الخارجيه هو الذي حد من الاهتمام بالوضع الداخلي، ما رايك؟ هو اي تحديات خارجيه بيتكلموا عليها وعلى تحديات غزه، فغزة هم أعلنوا كان من إعلان جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية أنهم على غزة، أن غزة هي عاصمة العالم العربي وغزة ولم يفعلوا أي شيء لغزة. لم يخرج التيار الإسلامي ولا الإخوان الذين كانوا يهتفون على غزة رايحين شهداء بالملايين، لم يخرج شخص واحد على غزة. فما هي التحديات التي مواجهة لمؤسسة الرئاسة خارجيا كي يهمل الوضع داخليا؟ ثانيا مؤسسة الرئاسة إذا كانت هي مشغولة خارجيا ففي المفروض حكومة تكون مشغولة داخليا وتدير الأزمة داخليا، إنما هو يعني كده بيعلن إن هو يفشل في إدارة أزمتين، في إدارة الخارج والداخل في آن واحد. من القاهرة المتحدث باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي رامز المصري، شكرا جزيلا لك.